الفيديو حفيظ الدراجي يكلم نفسه. حفيظ الدراجي اتجنن رسمي. حفيظ الدراجي بقى بيقول المغرب سيسحق العالم، المغرب سيفوز بكأس العالم. فوزي لقجع أسة مغربي جديد. فوزي لقجع أتى ليرعب العالم. كيف سنواجههم في قلب ديارهم؟ كيف سنلاعبهم وسط جماهيرهم؟ كيف سنلعب أمام المغرب الذي يفوزون على أسبانيا؟ هل سيعقل أن نفوز عليهم؟ نحن كالأرانب وستلتهمنا المغرب التهام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، موضوع جديد، وخبر جديد مهم جدا 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 يا صديقي العديد. في البداية نصلي على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز، في أسد الأطلسي نجم الشارع، قناتنا البديلة لقناة نجم الشارع. لو قدر الله لو حصل مشكلة، قناتنا دي البديلة عشان يوصلك كل جديد يا صديقي أول بأول. فبالله عليك بالله عليك بالله عليك اعمل لايك واشترك معنا في القناة. يا أخي بص، ربنا يرزقك زيارة بيته الحرام ويكرمك من حيث لا تحتسب. اعمل معنا لايك واشترك معنا في القناة. النهاردة حفيظ الدراجي طلع علينا في راديو الجزائر يقول: ليس من المعقول أن نفوز على من انتصروا على الأسبان. كيف علينا أن نقول ونقنع عقولنا أن نستطيع أن ننتصر على المغرب وهم من أعطوا للأسبان درسا مرعبا؟ كيف علينا أن نقنع عقولنا وتفكيرنا بأننا قادرون على إيقاف المغرب العظيم؟ كيف علينا أن نلاعب هذا الفريق في وسط جماهيره؟ كيف نلاعب هذا الفريق في وسط شعبه؟ كيف نلاعب هذا الفريق في وسط ملاعبه؟ في المغرب مقبرة لكل المنتخبات. بطولة الكان القادمة أعدت للمغرب فقط. أنا جزائري وأفتخر، ولكن ليس من حظ الجزائر أن يخوض البطولة. فوز الأقجع حاسم كل شيء وجعل الملاعب كلها تردد أصوات الجماهير كصاعقة من السماء تذلل أي خصم أيا كان وأيا كان وضعه. أنصح الجميع أن تنسحبوا من الكان المغرب، لأن الخسارة هناك ستكون بفضيحة ونحن مجربون. بص، حفيظ الدراجي لما يقول الكلام ده وهو كبير كاره المغرب، تأكد أنك ناجح. حفيظ الدراجي لما يطلع يشهد لك بنجاحك وعظمتك وتقدمك وتفوقك وهو أكبر الكارهين، ثق وتأكد أنك في مرحلة قوية ومتقدمة جدا من النجاح والتطور. أما حفيظ الدراجي يبقى خايف الخوف ده كله ومرعوب الرعب ده كله منك. انت عملت له ايه؟ انت عملت له ايه؟ ده راجل بيطالب كل الفرق بالانسحاب من بطولة الكان القادم. والله حفيظ الدراجي يطالب كل الفرق بالانسحاب من بطولة الكان القادم. هل انت مصدق؟ انت مصدق؟ ده حفيظ الدراجي ناقص يقول لهم هيولعوا فيكم هناك. ده حفيظ الدراجي ناقص يقول لهم هيطفوا عليكم السجاير هناك. انا لاول مرة الاقي الرعب ده كله، بس اقول لك يستحقوا. محدش هيقدر على دول، والله العظيم ما حد هيقدر على دول غير المولى سبحانه وتعالى، طول ما انتوا كجمهورهم في ظهرهم. مش هطول عليك يا صديقي العزيز اكتر من كده. ده كل التفاصيل اللي معانا، وده تصريحات حفيظ الدراجي لخصناها لك بقدر المستطاع. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناتنا البديلة وتشارك برأيك كمان في التعليقات. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.